في رحلة الصيد المخ والبدن ينشط والنفسية تطيب وترتاح، وكتهز المكحلة وتضرب شعور بالنشوية يجيك والضغوط تطير وتنزاح. كنا مجموعة الصيادة، المتحدث مفتاح، فيصل، عمي بورحلة، الكولونيل، حسان وسفيان. في الويكاند كنا نطلعوا للجبال اللي تطلع على البرج بجاية وسطيف، جبل واضية، جبل قنان وجبل عقار. وكنا نمشيو معانا الطاروس السعيد ومرات الطاروسة في ناس. نصيدو، نحوسو، نكتشفو، نتمتعو بالطبيعة العذرة، نحيو الزعتر وناكلو البلوط ونشعلو الشواية ونديرو الشعرات. كنا نهربو من جو الكآبة والضغط اللي فرضاتو كورونا على الناس. نحترمو الطبيعة، ما نصيدوش الأنثى الحامل وما نصيدوش في موسم الزواج. عمي بورحلة عميد الصيادين كانت عنده حكمة مع الحناش، هي ما تأذيهش وهو ما يأذيهاش. فيصل فلاح معزول في دوار، ما سمعش بكورونا وفي بالو بوتفليقة مازال هو رئيس البلاد. الكولونيل ما تحسش بالطريق معاه، إنسان مثقف بزاف. في الطريق كنا نلقاو الرعيان، ساعات يطلبوا منا نقتلوا لهم الطوارس المريضة في الجرب باش ما تعديش الشياه. والبقر الهاملة كانت كي تشوفنا تبدل الطريق تقول عليها تخاف من السلاح. والتراب في الجبل كان يبان مكور مثقل بالحديد الخام. صح. في وسط هذيك الجبال في بلاصة خالية من الناس تتخبى الكاريطة، وهي برج مراقبة مهجور تدور عليها حكايات وحكايات. شحال من مرة حبينا نغامروا ونوصلوا ليها وما قدرناش، وصراونا مشاكل كبار. يقولوا مسكونة اللي يقرب منها تجيه المصايب والهوان. مرة طاروس سعيد تسمم منا في الطريق، وفيصل مولاه ما قدرش يقتلو ويهنيه، وتكلف بالمهمة واحد منا باش الكلب ما يتعذبش بزاف. ومرة الطاروسة فينات شرطها حلوف من كرشها حتى خرجوا نصارنيها على برا. المزية عمي بورحل عارف يخيطها، سلكت من الموت بصح ولات من الحلوف تخاف. ومرات الطرقان كانوا يتقطعوا بينا في الجبال، الحال كان يتقلب والمطر يطيح بلا حساب. والمصيبة لو كان حكم علينا المبات، والذيب والطبع يحبوا هذاك الحال. مرة طريق الرجعة ودرناه وزاد خبط فينا حلوف من الكبار، قريب قلب بينا الطوموبيل، فينا اللي تقاس في رجله وفينا اللي تقاس في الراس. ومرة ذيب غريب خرجنا ونفاس كملنا فيه الحب وما طيحناش، وتحتمت علينا ننسحبوا كي خلصنا رصاص. ومرة طوموبيل تاع فيصل اكسبريس حربية كاركاس معروض بلا فرانات قريب تقلبت بينا، وزاد طاحتنا اونبان وسط السخانة والقفار. عطشنا والمنبع بعيد والمساعدة تأخرت بزاف، وتحتمت علينا نمشيو بها بالمارشاريال هذاك واش يمشي فيها، وزاد خبطنا بها في الشجر وتكسر الباب وقريبها ما هبط بينا في الواد. في 5 جوان 2020 شدينا الصحيح وقلنا لازم نوصلوا للقاريطة، وهذه المرة خذينا كامل الاحتياطات، طوموبيل صحيحة، سلاح منوع ورصاص بزاف. مشينا في الجبل بزاف حتى وين كان لازم نكملوا الطريق على رجلينا، وهنا ولينا حاذرين من الذيب والحناش. وكما كان الحال نجحنا هذه المرة، وربي قدر ووصلنا للقاريطة. دخلنا ليها وطلعنا فيها وحنا نسبحوا ونقراو في القرآن. شفنا مناظر رائعة من فوقها تخطف البصار، شفنا جنة وسط جنان، وشفنا طير الأمامة اللي جابوه من الإسبان. ريحنا تمتعنا كلينا وصورنا. بصح كي ولينا راجعين صرا اللي ما كانش في الحسبان. هاجمنا نوع غريب من الذبان، زربنا غلقنا الطوموبيل، بصح بقى يهاجم ويضرب في السجاج. وشوية تقلبنا لو كان ماشي ستر الستار. الحمد لله خرجت لنا سلامات، بصح سبحان الله الصور اللي صورناها داخل القاريطة ما حبش تبان. 10 أيام من بعد قررنا نرجعوا للقاريطة، وهذه المرة غير قربنا ليها الجو تقلب ضربة واحدة. ضباب كبير ومطرة خفيفة بدات،
السخانه هبطت ل 14 والرؤيه ولات قريب ما كانش. والحاجه اللي خلعتنا الصياد سفيان تقاس ببرد كبير ورعاش وعظامه ولاو يسيقوا في العظام. حبسنا التقدم ديالنا، حبينا ندفاو ونديروا المشويات، بصح حاجه غير عاديه كانت تطفينا في النار. ولتما فهمنا الرساله حيت يا وقررنا الانسحاب. وسبحان الله وحنا هابطين ومن بعد 10 دقائق بالذات السخانه عاودت طلعت ل 24 وسفيان عاود تحايا وارتاح. وكانت هذيك اخر رحله لينا للكاريطا. من بعدها تفرقنا ديما وكل واحد وين رماوه القدار. هذيك ما طيب هنا.